يا مساء الفل عليكم، واخيرا وبعد طول انتظار رجعنا لكم من اول وجديد. والشيف نرمين بقى النهارده اول طبخه في المطبخ الجديد. هتمسي عليهم يا يا نرمين. مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. مبدئيا كده انا بشكر كل الناس اللي سألت عليا، بجد ما استاهلش محبتكم دي. موضوعنا بقى النهارده، الشيف نرمين عملت لنا ايه الاول؟ عملت لنا ايه يا شيف ده نرمين؟ طاجن لحمه بالبصل. طاجن لحمه بالبصل. ده طاجن حاجة كده لحمه عظمة. بالبصل كده، عايزه اقول لكم خطير جدا. وكمان حاطه فيه البطاطس عشان تبقى وجبه كده متكامله من الخضار ومن اللحمه جنب الرز كده والسلطه، وتبقى احلى غدوه. عاوزين بقى نتكلم معاكم في موضوع صغير شويه بس مهم. عارف لما تبقى في حالك كده ومعلش تحدد هدفك لنفسك، بتبقى حاجه مهمه جدا وحاجه حلوه جدا. ليه بقى؟ لو انت بصيت على نفسك وبصيت على هدفك، اعتقد ان انت مش هتتعب في حياتك. يعني انت ما ينفعش تقعد تبص على كل واحد تقول ده عنده كذا، او ده انا اقل منه، او ده احسن مني، او ده. كل ده هيتعب نفسيتك جدا جدا جدا. ولا ايه رايك يا نرمين؟ وكمان الواحد يبقى عايش ليه هدف، يعني مش عايش وخلاص، عايش عشان يحقق حاجة نفسه فيها، وعايش يكون مستني الحلم بتاعه يتحقق. يفرح جدا كمان لما يكون كده مجتهد لحد ما يوصل للحلم اللي هو عايزه، او يوصل للهدف اللي هو عايزه، عشان يبقى الفرحة كده حلوة وما ييأسي. يعني ايه، مش عايزة اقول لكم ان احنا نيأس لو اخرنا ما عرفناش نحقق الحلم بتاعنا، او اخرنا ما عرفناش نوصل للي احنا عايزينه. دي حاجة تبقى حلوة او تشجعنا ان احنا نكمل. حاول دايما خليك مع نفسك، ما تحاولش تشغل نفسك باللي حواليك. ده عمل، ده سوى، اصل هو ده جاب عربيه، اصل هو ده جاب فيلا، اصل هو ده بتدخل له فلوس قد كده. ارضى باللي عندك وخليك قنوع باللي عندك، علشان ربنا مديك خطه او محدد لك خطه. ربنا بيعمل لك الحاجه الحلوه، كل حاجه بتيجي في وقتها. لان انت لما بتبص حواليك هتتعب. ليه؟ لو بصيت لقيت واحد جايب عربيه وانت ما جبتش، انت نفسيتك هتتعب. حاول تشكر ربنا على اللي انت فيه، لان ربنا بيديك كل حاجه حلوه. معلش يعني ربنا حاسس بيك من غير ما تتكلم. بس اهم حاجه ارمي نفسك بين ايدين ربنا. واهم حاجة الواحد يقارن نفسه بنفسه، ما نقارنش نفسنا بحد تاني. كل واحد كده يقارن نفسه زمان، يقارن نفسه بدلوقتي، يعني يخليه ايه في الدايرة بتاعته. ولو اول مره تشوفونا ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو عشان يقدر نوصل لكم كل جديد. القناه هنا متنوعه. اتفضلي اتفضلي يا برسي، قولي اتفضلي. ازيكم يا صحابي؟ بصي للكاميرا. شاطر. احنا النهارده عاملين بطاطس باللحمه او بالبصل. رأيك فيها ايه يا بارسي؟ ايه رايك؟ طعمها عامل ايه؟ ايه رايك؟ جميله؟ عجبتك؟ نقول لماما ايه يا حبيبتي؟ يا ماما يا روحي حبيبتي. انت وانت ما ايه رأيك يا تحرمش بابا؟ عنك. إيه الاكل حلو؟ بألف هنا. ليه بقى الاكل حلو؟ انت بتشكر ربنا على اللي ربنا بيديهولك، ولا بتزعل لما بتلاقيش حاجه انت عايزها؟ لا علي صوتك، انا مش سامع. عادي يعني بص هنا، انا مش عايزك توصل انا بابا. عادي بشكر. يعني انت بتشكر ربنا على الحاجه اللي بيديها لك، ولا بتقعد تقول لا اصل انا صاحبي معاه كذا ومش معاه كذا، او صاحبي كل الحاجه النهارده وانا ما اكلتهاش؟ دايما نتعلم نشكر ربنا على اي اكل موجود، ونعلم اطفالنا برضو اي حاجه موجوده في البيت ياكلوها، ما يبصوش لغيرهم، يبصوا لبابا وماما تعبانين علشانهم بيعملوا اللي هم عايزينه، ما يقارنوش نفسهم بحد. دايما الطفل لما يتعود ان هو طالع مقتنع باللي معاه بيطلع مرتاح وما يبصش لغيره. مره زي ما انا بقول لكم، شجعوا شيف نرمين ولا شيف ولا حاجه، صدقوني ده انا بتعلم منكم. وما تنسوش تشتركوا في قناه اليوتيوب يوميات سامح ونرمين. وما تنسوش كل اللي يشوفنا يعمل لايك وشير للفيديو. اللايك بيفرق معانا جدا، وبنحب دايما نشوفكم. شكرا ليكم. يلا باي بقى، يلا نعمل باي. باي. باي.